يا صباح الهنا على احلى متابعين في الدنيا. يوم جديد وفيديو جديد. النهارده بقى كده يا حبايبي هنعمل وصفه، يعني بصوا حلوه كده، وصفه تفتح النفس على الاكل، يعني مش الكل يعرفها. وزي ما انتم شايفين ده طبعا عيدان الكرنب. بصوا اهو، ده عيدان الكرنب. طبعا اللي يشوف الوصفه يقول ان احنا هنعمل مخلل هنحدقه، لا احنا طبعا هنعمل حاجه زيه، بس مش هنعمله مخلل خالص. وصفه كده اللي يعرفها من ايام الاجداد. طبعا في ناس كتير لسه بتعملها. عندنا ده طبعا العيدان الكرنب، والكرنب طبعا يكون ني. العيدان دي تكون نية، ما تكونش مستوية، او نكونوا سلقنا الكرنب واستوت معانا. ماشي. وعندنا هنا جزر، اي حاجة بقى خضار حابة تضيفيه، زي مثلا في كرنبيت، فلفل احمر، كمان معانا اللي هو قشر استفندي. كل دي حاجات ممكن تضيفيها في الوصفه اللي احنا عاملينها دي. بس يلا حبايبي، لو لسه اول مره تشوفوني ما تنسوش كده تفعلوا الجرس على كلمه الكل، عشان اي حاجه بننزلها يوصل لكم اشعار بيها، وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك يا حبايبي، بالله عليكم اللايك عشان الفيديو يترفع معانا والقناه كده تكبر بفضل الله، ثم بيكم يا احلى متابعين. اول حاجه كده حبايبي هنقطع الخضار. ده طبعا كان باقي كده من الكرنب، بقطعه كده تقطيع كده صغير زي ما انتم شايفين. وصفه كده حرشه تفتح النفس على الاكل. يبقى اول حاجه كده بقطع الخضار اللي هو الكرنب. وصفه كده من ايام الاجداد، زي ما قلت لكم اللي بيعملها يكتب لي في الكومنتات. ناكلها كده بتبقى جميله، بتفتح يعني لو انت شبعانه او شبعان هتاكلوا وتفتح نفسكم على الاكل. بقطع كميه الكرنب اهوت يا حبايبي، وزي ما قلت لكم لو عندكم كده كرنبيط برضو ممكن كمان. بتبقى فيه كده كرنب كده بيتباع في السوق اللي هو التخليل، لكن ما جبتش كرنب مخصوص ولا اي حاجه. هي عيدان الكرنب اللي موجوده عندي، كنت خدتها من ورق الكرنب طبعا قبل ما نسلقه، عشان زي ما قلت لكم ما ينفعش ان احنا ناكله مسلوق ني كده حبايبي زي ما انتم شايفين. وعندنا برضو الجزر، بنقطعه برضو التقطيعه اللي انتوا عايزينها. كل ما قطعنا تقطيعه صغيره كل ما استوى معانا بسرعه. بقسم كده بسم الله الرحمن الرحيم الجزرايه كده نصين. نقطع كده الجزء الصغير اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده نقسم الكبيره دي اهي. مش عايزه اكتر، على قد المش. طبعا عرفتوا هنعمل هنعمل مع بعض احلى كرنب في مش. ادي قطعت الجزر اهو، عامله كده كميه برضو صغيره زي ما انتم شايفين، على قد البرطمان او على قد المش اللي موجود عندي. قطعنا كده الخضار اهو. بصوا بقى المش اللي انا مستخدماه يا حبايبي، بصوا يعني مش خام او مركز. بصوا التقل بتاعه، بصوا شايفين تقيل ازاي. بصوا يعني يتخفف، مش هحتاج اعمل مش ولا اي حاجه. هنخففه بقى. عندنا
كذا حاجة ممكن نخففه بيه. ممكن نخففه بشرش اللبن، عندنا لبن رايب نضيفه، عندنا ايه كمان، بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا حليب سادة نضيف اي حاجة نخففها بايه بيها المش ده. طبعا مرضتش اضيف قرون شطة حمراء لان بنضاف له شطة حمراء مولع كده، المش ده مولع، يعني لو ضفت شطة هيبقى حراق اكتر ما هو. ماشي يا حبايبي. واهم حاجة طبعا نسيت اقولها لكم في اول الفيديو، كل الخضار اللي هنستخدمه للمش يكون ناشف معانا، ما يكونش فيه مية. الجزر اتغسل وسبته كده لما نشف، او ننشفه كده بفوطة مطبخ نضيفة، وهكذا برضو الكرنب، عشان كل حاجة تبقى ناشفة معانا، حتى المعلقة اللي نستخدمها تكون ناشفة. الطبق جينا خدنا منه بعد ما استوى ناخد بمعلقة ناشفة عشان ما يدوبش معانا. وعندنا بقى شوية شرش كده من بتوع اللبن، من بتوع الجبنة. انا عايزة بس ايه اخد الخضار ده، اشيل ده بس كده على جنب، وهاخد ايه كمية بسم الله الرحمن الرحيم. اي حاجة بقى بتحبوها في الكرنب في مش ده. طبعا هو ناقصه ايه اللي بيحب الكرنبيت فيه زي ما قلت لكم قشر برتقال، في اللي بيحط كده طماطم صغيره اللي هي طماطم الشير الصغيره دي، زي ما تحبوا اللي انتوا عايزينه. طبعا كميه كده انتوا شايفين الورق الكرنب كده ايه نافش معانا او هش معانا، كل الكميه دي هتقل لما يبقى حادق معانا بالشكل ده كده يا حبايبي. طيب هجيب المش، عايزه بس ازوده ده. كل بقى المش ما يبقى قديم كل ما بصوا ناخد نتيجة حلوة، يستوي معانا بسرعة. المش جاهز معانا اهو. ممكن نحط كمان مرتة نزود بيه، كل دي حاجات اضافات ممكن اللي احنا نستخدمها للكرنب في مش، او لو عايزين نحدق جبنة عموما. هحط بقية المش، ممكن كمان اجيب جزرايه اقطعها واضيفها ايه عليه. نكمل كده الايه البرطمان. وصفة سهلة اهي يا حبايبي وبسيطة. شوف بس الكاميرا ايه موضحة كده معايا عشان ساعات بصور. شايفين وقع معانا. نصفي كل الكمية دي كده يا حبايبي، نحط برضو شوية الايه المش اللي باقية. هنجيب الغطا، طبعا هي الكمية بتنزل اهي. هجيب بس ايه بسم الله، نجيب فوطة او منديل نمسح كده كل اللي وقع ده كده، نمسح البرطمان. هغسله بس من بره، بس نحاول ايه ما نجيبش عليه ميه من جوه عشان ما يبصي ويدود معانا. اهو بصوا عملنا احلى كرنب في مش زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. طريقه ولا ابسط ولا اسهل من كده. نمسح بقى الرخامه، شويه مش كبوا صغيرين اهي، نبقى نغسلها. طبعا ريحه المش دي بتبقى قويه. بس كده ولا اكن
حاجة وقعت مننا. عملنا الوصفة بكل بساطة وبكل سهولة، وعملنا احلى كرنب في مش. نستنى بقى كده لما يهدأ كده وناكل احلى كرنب في مش عاملينه في البيت بطريقة كده يعني اسهل من كده مفيش. مخدش معانا اي حاجة، سهلة وبسيطة. يا رب كده يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان اي حاجة بننزلها يوصل لكم اشعار بيها احلى متابعين. بصوا كده لسه طبعا ايه جديد باين عليه ولسه عاملينه. بصوا المش وبصوا الحلاوة، حاجة كده من الاخر. لايك وشير يا احلى متابعين.